علقت صحف متخصصة في شؤون وملفات قارة إفريقيا عن تأجيل الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إلى المغرب، والتي كانت مقررة في يناير من السنة المقبلة إلى شهر فبراير من نفس العام. وأرجحت سبب هذا التأجيل إلى قضية صحراء المغرب، حيث لم يتوصل البلدان إلى اتفاق نهائي حول هذا الموضوع بعد، حيث ترغب الرباط في انتزاع موقف صريح من باريس لصالحها خلال زيارة الرئيس الفرنسي، بينما يبدو أن الأخير لا يريد إبداء موقف واضح في الأمر. وأضافت إن قضية الصحراء تعقد مسألة قيام الرئيس الفرنسي إلى المغرب إلى حدود الساعة، والسبب في تأجيل الزيارة التي كان من المرتقب أن تكون في أوقات سابقة، كما أن تأجيل الزيارة من يناير إلى فبراير من 2023 يعود لنفس القضية. وأشار نفس المصدر إلى وجود مفاوضات بين الرباط وباريس حول قضية الصحراء، وقد تم منح وقت أطول لتوسيع المفاوضات بهدف الوصول إلى خلاصة تؤدي إلى قيام الرئيس الفرنسي بزيارة رسمية إلى عاصمة المغرب ولقاء الملك المغربي. ويسعى المغرب بكل الوسائل إلى دفع فرنسا لإعلان موقفها النهائي والصريح بشأن الصحراء، وبالخصوص إعلان دعمها لسيادة المغرب على الصحراء ودعم مقترح الحكم الذاتي لحل هذا النزاع، على غرار ما فعلت دول أخرى مثل أسبانيا وألمانيا، وبالأخص الولايات المتحدة الأمريكية. وكان العاهل المغربي محمد السادس قد صرح في إحدى خطاباته هذا العام بأن الصحراء هو المنظار الذي تنظر به الرباط في علاقاتها الخارجية مع الدول، ولم يعد مقبولا من الدول خاصة الصديقة والحليفة اتخاذ مواقف مزدوجة، وتبقى فرنسا من أكثر الدول المعنية بهذا الكلام. ولوحظ مؤخرا تحسن في العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا بعد شهور طويلة من البرود، حيث جاءت وزيرة خارجية فرنسا إلى العاصمة الرباط منذ أسبوع، والتقت بوزير خارجية المغرب، وأعلنت خلال الزيارة انتهاء أزمة تأشيرات مع المغرب، كما أوضحت بأن فرنسا موقفها كان دائما داعما للمغرب في قضية الصحراء. ويتضح أن الرباط لم تعد تقبل بالدعم المعنوي في قضية الصحراء، وباتت تطالب بدعم ومواقف ثابتة رسمية للدول في إطار مساعيها الرامية إلى إنهاء هذا النزاع الذي عمر طويلا، وبدء صفحة جديدة في علاقاتها مع الدول الحليفة.